بس انا يا ماي حاسس ان انا خدت على قفايا. معلش معلش يا حبوبي، معلش انا عايزاك بس تهدى خالص. وعادي، ايه اللي ادانا قفا النهارده بكره ندي قفا اكسترا كمان. اوكي، انا بس عايزاك دلوقتي تركز. ركز، اوكي اوكي ركز. ها، وصلنا لايه؟ مش عارف اركز خالص يا ماي، مش عارف اركز خالص. حوار التلاجة ال 14 قدم ده مشتتني تماما. هو التلاجة دلوقتي ثروة قومية واغلى من عربية فيرنا، بس انا يا ماي حاسس ان انا خدت على قفايا. معلش معلش يا حبوبي، معلش انا عايزاك بس تهدى خالص. وعادي، ايه اللي ادانا قفا النهارده بكره ندي قفا اكسترا كمان. اوكي، انا بس عايزاك دلوقتي تركز. ركز، اوكي اوكي ركز. يا ما نفسي يا ماي، يا ما نفسي يا ماي البحث بتاعنا ده ينجح او نسرق حتى البحث بتاعهم. المهم اطلع مع منى الشاذلي واحكي لها قصه كفاحي لحد ما تقعد تنهمر في العياط، واخد منها منديل عليه دموعها يبقى معايا منديل دموع منى الشاذلي يا ماي. وانا كمان بحلم ان انا اطلع مع صاحبة السعادة واحكي لها على قد ايه انا تعبت عشان اوصل للحظة دي، وامجادي واحلامي سهلة، صح؟ عارفه يا ماهي، انا لو هطلع مع استاذه اسعاد لا هطلب مبلغ محترم، الا في حاله واحده، لو خلتني اغني عندها في البرنامج. بس انت كده حبيبي هتقفل لها البرنامج خالص. سهله ومتيسره يا ماهي. الكلوريد استوى يا ماهي، ممكن تسيبيني بعد اذنك؟ الكلوريد استوى يا جماعه، انا راح مني، ركز، راح ركز، مني خلاص. راح مني. لا ده راح خالص مني يا ماهي، مش هينفع ده. علقي على واحد غيره بقى. حاضر. يا مرحب يا مرحب بالدكاترة، اتفضلوا. دكتور نيازي، اتفضلوا. ايه الهلومه دي والبيت النظيف؟ ايه ده الميه دي وسخ. اهلا بالدكاترة اللي شرفونا ورفعوا راس العلم لفوق. اتفضلي. اكيد انتوا حاسين بقى بسعادة بعد ما عرفتوا ان احنا اشترينا الجهاز اللي هتعملوا عليه التجارب العلمية بتاعتكم بعد ما تعبتوا سنين في التجارب بتاعتكم. شكرا جدا يا دكتور نيازي، يعني بس هو فين دكتور فرناس ودكتوره رانيا؟ هم قالوا لي استقبلكم مكانهم، وبعدين هم شغالين على تجربة جديدة، اصلوا عايشين بمبدأ الايد البطالة نكسة. يا دي النيله. انا اسف يا دكتور يعني، بس يعني انا مش مصدق حضرتك، يعني كلامك فيه حاجه ما تطمنش. انا اسف. لا لا، اسف على ايه؟ انا اؤيد كلامك. انا شاكك ان انت جايبنا هنا عشان تدينا فاكهه وتاخد اعضائنا، صح؟ يا ولاد، الانسان لازم يتعب عشان يلاقي النجاح. الانسان بقى احنا مالنا؟ يا ولاد افهموني كويس، لازم تتعبوا في الاول عشان تستريحوا بعد كده. طب وهل حضرتك تعبت في الاول؟ يو كتير. طب وهل حضرتك لقيت النجاح للاسف لا. اصلا؟ انا لما تعبتش في حياتي يا ولاد ما كنتش وصلت للي انا فيه ده. انا اسف يا دكتور، هو ايه اللي انت فيه؟ انا اسف يعني. نافوره بايظه والميه بتاعتها مش نظيفه وشويه فاكهه حمضانه ومأجر حته ارض، يعني ايه؟ سيبكم بقى من الهرتله اللي انتوا فيها دي وتعالوا نتكلم في الجد. اتمنى. بص يا ولاد، في شركه صينيه في مصر مقرها الطلبيه هرم، طلبه متطوعين يلبسوا لبس قرود ويتحبسوا جوه في قفص مع قرود حقيقيين وينقلوا معايشه القرود ليهم. ده مقابل مبلغ كبير قوي. وعلى فكره الموز والسوداني على حساب صاحب التجربه، يعني انتوا مش هتصرفوا مليم. انا مش فاهم حاجه. هو قصده ان انا ودكتوره ولاء هنلبس قرود ونعيش معاك في قفص فتره عشان ناخد وندي مع، بس دي مش تجربه، دي حقيقه، ده حصل. ايوه صح، شوف لنا تجربه تانية. تجربه تانية. طيب تقضوا ليله لابسين خفيف في فريزر درجه حراره 24 تحت الصفر، وكل واحد ليه وجبه وعلبه عصير. واحنا ايس كريم؟ ايه اللي قعدنا في درجه حراره سالب 24؟ لا بالعكس، انا شايفه ان التجربه دي حلوه جدا، حتى على الاقل تبين المشاعر البارده. بقول لك يا دكتور، شوف لنا تجربه تانية تهدي النفوس. ها، شوف لنا تجربه تانية. تجربه تانية. اسمعوا اغاني. احنا في ايه ولا في ايه؟ يا ابني التجربه كده، معهد التكنولوجيا للابحاث السمعيه ودي مقرها فيصل، طالبين ناس تسمع اغاني. بس كده؟ هي التجربه كده. يعني مفيش حقن هناخدها ولا هنشم غاز ولا هنقعد في قفص ولا الحاجات دي خالص، هتسمعوا اغاني بس. على فكره يا دكاتره، التجربه دي تبدو سهله. يبقى على البركه. وانا بعت السيفيهات بتاعتكم اهي. مبروك عليكم. سخن لكم القمه.
مين اشطر واحلى دكتور؟ مين اشطر واحلى دكتور؟ يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، حضرتك كنت شطوره واموره كده. خلاص يا ماهي، المنجنيز اتحمص والتجربه بتتفنش. عارفه ده معناه ايه؟ معناها ان التجربه نجحت واحنا نجحنا اخيرا. كده كده معناه كمان ان احنا هنبيع التجربه واخيرا مشروعنا هينجح. يلا يلا اتكل على الله. ايه امشي خلاص؟ لا يا دكتور، فنش التجربه. صح. لا استنى، في ايه؟ لا لازم نوثق. استنى، لا اللحظه دي ما بتحصلش كتير. يلا. لا ما دام هتصوري يبقى تصوري صح، لايف. الله، وتكبس ونجمع ورد واسد. ماهي بعد اذنك ما تحسسينيش ان انا واقف في المعمل مع ام خالد. استخدمي الصفحه اللي انا عاملها العلماء الثلاثه. لايف بعنوان تجربه علميه ناجحه. تجربه علميه ناجحه ان شاء الله. يلا جاهز؟ يلا 3 2 1 لايف. مساء الخير، والنهارده لايف جديد مهم جدا. النهارده تجربه بجد صعبه، احنا بجد تعبنا فيها قوي، احنا اتشحططنا. انا صاحيه النهارده من الساعه 9 الصبح. 9 الصبح يا بني ادمه، 9 الصبح 9 الصبح صحينا النهارده. يا دكتوره يا عاقله. احنا بقالنا سنين يا جماعه شغالين على التجربه دي. وصحينا النهارده من 9 الصبح، معروف. بالفعل. والنهارده هنعمل اهم خطوه اللي فيها المغنيسيوم المتحمص هيقابل الكلوريد المستوي. الخطوه الاخيره. اتفضل يا دكتور اتفضل. وصلنا يا ماي الملمج، البلدان بتولع يا ماي. الله يخرب بيتك يا ماي، احنا بنولع. انا مش شايف يا ماي، انا مش شايف. انت فين يا ماي؟ الله يخرب بيت شكلك، الله يخرب بيت شكلك. اهلا وسهلا دكتور مجدي. ممكن تعرفني بنفسك؟ حضرتك احنا فينا من بعض. نفس الانتنة. ايوه. انا بستشعر بيها الناس وانا كمان. طيب اتفضل. انا دكتور مجدي امال، كليه العلوم قسم الاحياء، واول دفعتي. لا ما تقولش انت ابن الدكتور عمرو امان غول الطب البيطري؟ ده كان حبيبي يا راجل، حبيب قلبي. ممكن تسلم لنا عليه، اقول لك هات رقم وانا بكلمه. لا الحقيقه يعني انا كائن حي، ووالدي كائن حي اخر تماما، فاحنا ملناش علاقه ببعض قوي. انفصام كتانوني. مالك؟ لا مفيش حاجة. طيب يا كائن يا حي بقى. ممكن تقول لنا ايه نوع المزيكا تحب تسمعها؟ لا الحقيقه انا مهتم بالعلم، فلو في وقت فاضي احب اسمع محاضرات علميه، اسمع اقوال مقصوره، حاجات كده يعني. ايوه بس الكلام ده كده هيأثر على اختيارك للتجربة وممكن ما يتوافقش عليك. ما انا ما كملتش لحضرتك. انا الحقيقه متربي على الاستاذ سيد درويش، على الست ام كلثوم، على العندليب عبد الحليم حافظ. طبعا. بس يعني يا دكتور مجدي انا كنت عايز يعني مش دول، انا عايز الاقرب من دول بكتير، عايز اليومين دول. حضرتك بتسمع مين بقى اليومين دول؟ الابديت يعني بتاع الشباب. الابديت. بحب اسمع جدا استاذ هاني شاكر، استاذ محمد الحلو، استاذ محمد ثروت، بس اللي هو مش انا، لا مش ده. أيوة. محمد اللي هو بلدي. اللي بيطرطش. ايوه اللي بيطرطش حضرتك. تمام. كده اقدر اقول ان بالنسبه لي حضرتك ابروفد معانا. شكرا.